في ظل الظروف اللي احنا فيها دي وغلاء الاسعار، احنا مضطرين نلجأ لحاجة تانية خالص غير الدراسة والشغل. انا نصايحي المرة دي للبنات: ازاي تتجوزي رجل غني. ما تضيعيش وقتك، نوظف نفسنا صح. معلش شغل بقى جو كورسات الانجليزي والاوفيس، وفي الاخر تشتغلي شيفت 12 ساعة في حضانة اطفال ب 1200 جنيه في الشهر، مش هيساعدك. نوظف نفسنا. اول خطوة هنبدأ ناخدها، انت كبنت تخشي تولعي في دولابك. معلش، نمسك دولابنا كده من اول رف بجاز، شوية جاز ونولع فيه. البوكليت الهافان، الجاكيت بتاع ماما، البنطلون السكيني اللي مرسوم عليه علم امريكا اللي من شارع ضياء ده، تولعي فيه بجاز وسخ. مش هتشقطي بيهم واحد شغال في كنتاكي، هتشقطي بيهم واحد غني. عليكي وعلى الكعب العالي، عليكي وعلى الكعب العالي. كل ما الكعب يعلى كل ما مستوى هدفنا يعلى، بس ما نعلاش اوفر عشان ما تتقلبيش على سحنة اهلك ونبقى ضيعنا اللي عملناه ده كله. تاني حاجة، لو رفيعات لو تخينة خسي، لان مش معقول الرجل الثري بقى ثري علشان ياخد واحدة بجنابها بديهيا كده. ابدأي غيري الاماكن اللي انت بتقعدي فيها. معلش، ما تبقيش قاعده في كافيه عشاق كينج اللي في اول فيصل وتقولي لي عايزه راجل ثري. انت كده اخرك سواق منايا. لو معاكي اي نوع عربيه من ال 127 لحد كيا بيكانتو، تتركن بره المكان خالص، ولا حتى في الباركينج، بره خالص. هو كراجل ثري مش هيبص لك وانت راكبه. حاولي تحتكي بالاغنياء، لان القعاد مع الطبقه المتوسطه ما بقاش ياكل عيش خلاص. يعني ريهام وسهام انتمتي في الجامعه كبرهم هيعرفوك على واحد يخش الجروب بتاع البروجكت، مش هنستفاد حاجه في الاخر. او يعرفوك على واحد يروحك بعد الجامعه، ده كبرهم قوي. ما نضيعش وقت لان في الاف بيتحدوك، فركزي على الهدف واشتغلي عليه. ويا ريت تلتمي لك كام كلمه كده، ويا ريت ما يكونوش انجلش، فيهم شويه فرنساوي. لوغتانتي، فوغتانسي، سون غاز، لو ما لهمش معنى هينبهر. في حاله ان احنا شقطنا رجل ثري، في شويه نصايح برضو ان شاء الله هقولها في الجزء الثاني. اشتغلي على نفسك وان شاء الله هتوصلي للهدف.